الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لذا كان على العاقل أن يفكر في مآله بعد هذه الحياة، وليفكر على أي جنب سيكون مصرعه، وعلى أية هيئة تقبض روحه، ومن هو الوفد الذي سيستقبله، وكيف نزله ومدخله. هل يجد القبر روضة من رياض الجنة وفيه جليس أنيس، أو يجده حفرة من حفر النار وفيه جليس مخيف؟ عليه أن يتصور تلك الحالة التي لا بد من المرور عليها. عليه أن يستحضر سكرات الموت ونزعات الروح إذا تشنجت أعضاؤه وانعقد لسانه وشخص بصره، والأهل حوله يبكون، والأولاد بعده يتيتمون، والمال في الخزائن مكنون، فلا يخرج حينئذ إلا مكنون القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم من عمل صالح وقول صدق وحسن خلق، واستعدوا لهذا المستقبل الرهيب، وتهيئوا لهذا الطريق الذي لا بد من سلوكه. واستيقظوا من الرقدة وانتبهوا من الغفلة، وسارعوا إلى معالم الرضوان قبل أن يعز الوصول، وأعطوا آخرتكم حقها كدار خلود ومقر، وأعطوا دنياكم حقها كدار متاع إلى الآخرة وممر.